خوتنا الجزائريين، كنكنوا لكم جميعا الحب والاحترام والتقدير المتبادل. حنا خوت خوا كيبغاو المسؤولين او لا ما بغاوش، كيبغى العسكر ديالكم او لا ما بغاش، كيبغى اشباه الصحفيين او لا ما بغاوش. حنا كنحبوكم، حنا كنقدروكم، حنا كنحترموكم، وحنا متاكدين ان حتى نتوما كتبادلوا نفس الحب والاحترام والتقدير. ولكن هذا لا يمنعنا أن نرد على بعض أشباه الصحفيين، الذي يطعنوا في المملكة المغربية. إخواني أخواتي، ما تنسوش من اللايكات ديالكم، من الدعم ديالكم، من البارتاج ديالكم، التعاليق ديالكم كينوروا طريقنا. إخواني أخواتي، تابعوا معنا الفيديو للآخر. فرق قلبك ترتاح. إخواني أخواتي، خرجوا لنا هاد الصحفيين أو أشباه الصحفيين الجزائريين اللي من بينهم الدراجي. هاد الدراجي اللي ما لقى ما يدير إلا أنه يسب ويلعن في الدولة المغربية. علاش هادشي كامل؟ لأن حقد دفين عنده في القلب ديالو، وضغينة وغيرة من المملكة المغربية ومن التقدم اللي كتوصل ليه. فكيف ما قال الأخ رضوان الرمضاني، راه هو أوفى بالكلام اللي قال ليه كل الشيء اللي خاصو يدير، ولكن غنضيف ليه بعض الشيء. فالأخ الدراجي، أنت من الأولى والأجدر بك أنك تدافع على القضايا الجزائرية، أولى والأرجح بك أنك تسائل النظام هاد الفلوس تاع النفط وهذا البترول وهذه الموارد الماليه الكثيره فين مشات. انتوما في عوض تقبلوا المساعده المغربيه، والتحيه للشعب الجزائري الذي اكن له كل الاحترام والتقدير والمعزه. احنا كلنا خوا كلنا شعب واحد، يد في يد. ولكن كاين بعض الحالات الشاذه من أشباه الصحفيين ومن بعض المواطنين والعسكر. هذا لا يختلف عليه اثنين أنه ضد المملكة المغربية. علاش؟ لأنه ماشي في مصلحته أن الشعوب تتلاقى مع بعضها وتفهم بعضها وتتحد مع بعضها. فالأخ الدراجي غادي نفكرك بأن المملكة المغربية ساهمت في تحرير الجزائر بشكل كبير وشكل قوي جدا. هاد المساهمة في التحرير ديال الأراضي الجزائرية من استعمار، فخلصنا فيه حنا ثمن كبير بزاف، لحد الآن كنخلصوا فيه ثمن كبير بزاف. فلولا التدخل المغربي وفي الاستقلال الجزائري، فراه كانت ربما فرنسا غتكون باقا حاطه اجلها تما، وحنا عندنا حدود فرنسيه من هنا وحدود اسبانيه من الجهه الاخرى، الضفه البحريه الاخرى. ولكن المغرب ضحى بالغالي والنفيس ماليا ومعنويا وبشريا، وحتى من غير السلطات، حتى الشعب المغربي كان يعني كيساهم بكل ما أوتى بقوة في الدفاع على الوحدة الجزائرية وعلى الاستقلال الجزائري. كنسألك الأخ الدراجي، واش عمرك تجرأتي على الدولة الجزائرية أو العسكر الجزائري وسألتيه؟ انتم ملي عندكم هاد الفلوس كامله وهاد البترول كامل وباقي كتشروا الاسلحه وباقي كتشروا، واش ما قدرتوش تشروا طيارات ولا 3 ولا 4 ولا 10 لاطفاء النار؟ ما كنتوش كتجداو حتى شي واحد، لا الدول الاوروبيه ولا المملكه المغربيه. اخواني اخواتي، كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم. كنقدر وكنحترم الشعب الجزائري اللي كنكنوا ليه جميع الحب والاحترام والتقدير. ما تنساوش من اللايكات ديالكم، من الدعم ديالكم، من البارتاج ديالكم، باش تقدر توصل هذه الرساله. اخواني اخواتي، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله تعالى.